سبحان الله، إن الغرائب في هذا الكون لا تنتهي. وفي هذا الموضوع سوف نعرض لحضراتكم قصة في غاية الأهمية، ولكن رجاء منك ركز جيدا، حيث إن هذا الحديث لا يفهمه إلا عقلا كبيرا مثل عقلك تماما. وأيضا في نهاية الفيديو سوف ترى ما يصدمك ويجعلك تبكي على حال العرب. رجل من قرية مشهورة كل يوم كانت تنظر الناس إليه وتحتقره بسبب حالته السيئة ورائحته القبيحة، حتى لقبوه بالحمار، وأصبح بالفعل ينادونه بالحمار. ولأنه كان رجل خبيث فقرر أن ينتقم من جميع أهالي القرية ويفعل بهم أشياء لم يتوقعها أي عقل على الإطلاق. فذهب واشترى كلب عفن، ثم ملأ فمه بليرات من الذهب وأخذه إلى ميدان تمتلئ فيه الناس، وكلما فتح الكلب فمه لينبح سقط من فمه ذهب. اندهشت الناس وأرادت أن تشتري هذا الكلب العفن طمعا فيما يسقط منه، فطلب الرجل أعلى سعر وباعه لكبير التجار، ولكنه سرعان ما اكتشف أنه قد نصب عليه في شراء الكلب. فانطلق مع أهل المدينة فورا إلى بيت الرجل الحمار وطرقوا الباب، فأجابتهم زوجته أنه غير موجود، لكنها سترسل القطة وسوف تحضره فورا. وفعلا أطلقت قطة كانت محبوسة عندها، فذهبت القطة ولم تعود، ولكن زوجها عاد بعد قليل ومعه قطة تشبهها تماما. ازدادت الناس دهشة من هذه القطة ونسوا موضوعهم وتفاوضوا على شراء القطة. ثم اشترى أحدهم القطة العجيبة وعاد بها لزوجته وهو سعيد للغاية بما اشتراه، وخرج ثم أخبر زوجته أن تخرج القطة لتنادي عليه بعد خروجه، ولكن القطة هربت ولم تعد. فعلم حينها أن هذا الرجل قد نصب عليه أيضا، فانطلقوا إلى بيت الحمار النصاب مرة أخرى وهجموا عليه، فوجدوه يتشاجر مع زوجته، ثم قام بطعنها بسكينة وهمية وكانت تحمل أسفل صدرها أكياس من الدم، فخيل لهم أنه طعنها وماتت. فحزنوا الرجال على المرأة، فقال لهم لا تقلقوا، فقد قتلتها أكثر من مرة وأستطيع إعادتها للحياة مرة أخرى. وفورا أخرج مزمارا من جيبه وبدأ يعزف، فقامت الزوجة على الفور أكثر نشاطا وحيوية. اندهش الرجال ونسوا لماذا جاءوا، وصاروا يفاوضونه على المزمار حتى اشتروه منه بمبلغ ضخم جدا. وعاد الذي اشترى المزمار وطعن زوجته وصار يعزف فوقها ساعات فلم تصحو من الموت. وفي الصباح سأله التجار عما حصل معه، فخاف أن يقول لهم أنه قتل زوجته، فكذب وادعى أن المزمار يعمل وأنه تمكن من إعادة إحياء زوجته بعدما قتلها. فاستعاره التجار منه وقتل كل واحد منهم زوجته. وبعد أن طفح الكيل مع التجار قرروا أن يتخلصوا من هذا الرجل، فذهبوا إلى بيته ووضعوه في كيس وأخذوه ليلقوه بالبحر. وكان يوجد بينهم رجل طماع فاسد ينوي أن يسرق مال الرجل الحمار، فعرض عليهم أن يناموا قليلا، وناموا ونام الطماع معهم من كثرة التعب. وبينما الرجل في الكيس وجد راعي غنم فنادى عليه، فأتاه الراعي وسأله ما قصتك، فأخبره أن هؤلاء القوم يريدون أن يزوجوه ابنة كبير التجار الثري، وهو يحب ابنة خالته ولا يريد أن يتزوج غيرها. ففرح الراعي وعرض عليه أن يحل مكانه في الكيس طمعا بالزواج من ابنة كبير التجار، فدخل مكانه بينما أخذ الرجل الحمار أغنامه وعاد للمدينة. ولما نهض التجار ذهبوا وألقوا الكيس بالبحر وعادوا للمدينة فرحين. وفي اليوم الثاني وجدوا الرجل الحمار أمامهم ومعه أغنام كثيرة جدا، فسألوه فأخبرهم بأنهم لما ألقوه بالبحر خرجت حورية وتلقته وأعطته ذهبا وغنما وأوصلته للشاطئ، وأخبرته بأنهم لو رموه بمكان أبعد عن الشاطئ لأنقذته أختها الأكثر ثراء التي كانت ستنقذه وتعطيه آلاف الرؤوس من الغنم، وهي تفعل ذلك مع الجميع الذين يلقوا بأنفسهم في البحر. فلما سمعوا ذلك ذهبوا جميعا وألقوا بأنفسهم في البحر وغرقوا ولم ينجوا منهم أحد، وصارت المدينة بأكملها ملكا لهذا الرجل الحمار. السؤال الآن، هل تعلمون من هو الرجل الحمار؟ إن الرجل الحمار هو الدولة الصهيونية التي تدعى إسرائيل. إن الرجل الحمار هو الدولة الصهيونية التي تدعى إسرائيل
أما زوجة هذا الرجل فهي أمريكا. وبكل أسف أهل المدينة الذين نصب عليهم جميعا هم الدول العربية والإسلامية.